النهاردة هنعمل مع بعض فرايد تشيكن بطريقة سهلة وبسيطة من غير افتكاسات كتير. يلا نجربه. نبدأ ونسمي الله. اول خطوة معايا انا هجيب الفرخة بتاعتي، الوزن بتاعها من كيلو لكيلو ونص اقصى حاجة. ليه؟ علشان انا عايزة الفراخ بتاعتي تستوي، فمش عايزاها تكون كبيرة قوي. هبدأ ان انا اقطع الفرخة بقى على 8 قطع، يعني الورك على 2 والصدر على 2. المهم تعمل معاكي 8 قطع. كده انا خلصت الفراخ بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اعمل المحلول بتاعها عشان انقعها شوية. معايا مية وليمون وملح. هنقع بقى الفراخ فيها واغسلها غسلة كويسة. كده انا سبت الفراخ بتاعتي في المحلول بتاع نص ساعة وشطفتها وسبتها في المصفى تتصفى. هنبدأ بقى نحضر التتبيلة اللي هنبيت فيها الفراخ. معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، ملح. انا ضد التوابل الكتير، انتي ممكن اي نوع توابل بتحبيه ممكن تضيفيه. هبدأ انزل بقى بكمية اللبن اللي انا محتاجاها على قد كمية الفراخ بتاعتي، وممكن تستبدلي اللبن بمية، بس اللبن بيخلي الفراخ من جوه طرية. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه. اظبط الملح بتاعي. هجيب بقى كمية الفراخ بتاعتي واعمل لها فتحات صغيرة كده علشان التتبيلة توصل للحم وتبقى تديها طعم. الافضل في التتبيلة دي والفراخ دي اللي انت تسيبيها يوم كامل في التتبيلة، او اقل حاجة 6 ساعات. انا بقى هظبط كمية اللبن بتاعتي تكون مغطية الفراخ كويس، وهسيبها في التلاجة يوم كامل. نبدأ بقى نجهز الطبقة الخارجية للفراخ. كوبايتين دقيق عليهم معلقتين كبار نشا، كل كوباية دقيق عليها معلقة نشا. توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، ملح. التوابل اللي انت حباها حطيها. هقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. تاني خطوة لازم يكون معايا مية متلجة او مية ساقعة كويس قوي من التلاجة. انا كان عندي تلج في الفريزر هستخدم عليه كمان مية ساقعة. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي على الدقيق والتوابل اللي احنا عاملينها مع بعض، وهبدأ اغلفها كويس قوي زي ما انت شايفة كده. ايدي صوابعي بس هي اللي شغالة من تحت لفوق كده لغاية ما تتبل كويس كلها بالدقيق. هنزل في المية الساقعة ثواني واطلعها على الدقيق تاني، اغلفها برضو كويس. صوابعي هي بس اللي شغالة من تحت لفوق. انا كده اتاكدت ان الفراخ بتاعتي اتغلفت كويس قوي وخدت الطبقه اللي انا عايزاها. هبدا انفضها كويس قوي من الدقيق وانزل بيها على الزيت سخن غزير. ما ينفعش اطلعها من الدقيق واركنها، لازم تنزلي على طول في الزيت. انا هنا معايا الزيت سخن قوي وغزير. اول 5 دقايق النار عاليه، وبعد كده هوطي النار لمده 15 دقيقه او 12 دقيقه. بس كل شويه لازم تقلبي الفراخ علشان تاخد اللون الجولد من كل ناحيه. انا كده الفراخ بتاعتي استوت. هبدا بقى اجيب المصفى بتاعتي واصفيها فيها عشان لو فيها اي زيت زياده ينزل. وحبيت برضو ان انا اقدم معاها رز بسمتي، وعملت معاه كولسلو وتوميه. ان شاء الله الفيديو بتاع الكولسلو والتوميه والرز البسمتي هينزل. ما تصعبيش على نفسك وقومي جربيها، طعمها خطير واوفر وانضف واحلى من محلات كتير. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير. بصي الفراخ دايبه وطعمها تحفه، والتوميه كمان كان طعمها خطير، والكولسلو. لو عجبك الفيديو متنسيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.